رمضان كريم عليكم. في معلومة من وقت ما اتعلمتها وأنا حاطاها قدامي طول الوقت، أحيانا البحث عن الحق بيكلف أكتر منه. في ناس بتتعرض للسرقة أو النصب وبعدها ما بتعرفش توصل للشخص أو ما بيكونش عندها دليل. ما ينفعش توقف حياتك وتضيع وقتك ومجهودك وفلوسك في البحث عن الشخص أو الدليل وتنسى تكمل حياتك. بالعكس، ارجع اشتغل واسعى وخليك واثق إن اللي ضاع هيبقى معاك أكتر منه وهتوصل لأضعافه. ويا سيدي لو ظهرت وانت مكمل في حياتك طريقة تحصل بيها على حقك اللي ضاع، اسعى فيها وأكيد هيحصل بإذن الله، لأن مفيش حق بيضيع أيا كان الصورة اللي هيرجع لك بيها حقك. كمان في ناس بتتعرض للخيانة أو الظلم وتوقف حياتها وتدمر نفسها وتعتبر إن دي النهاية وإن الناس كلها خاينة وظالمة وتبقى عايزة تاخد حقها من الشخص ده. وأنا من خلال تجربتي البسيطة وخبرتي المتواضعة في الحياة جاية أقولك إن الحياة زي ما فيها الوحش فيها الكويس، ونجاحك في حياتك وسعادتك وإنك تكمل حياتك في فلاح وراحة بال ده أكبر رد على الخاين والظالم.